يا صباح الخير، يا صباح الورد على أحلى متابعين على قلبي. انتوا تشبهون هاي الورود، الورود الطبيعية أكيد. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله بخير وصحة وسلامة. بلشنا الفيديو مالتنا أكيد نبلشه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفيديو اليوم مالتنا محفز كلش حلو، أكيد كله كرابة بكراب. هذا الشيء ما نستغنى عنه. اجيت اليوم على الكاونتر مالت السلك. شوفوا بنات، هذه الكفرات اللي انا خلتها كلش مفيدة. شفتوا هسه بعينكم، يعني انا صار فترة ما شايلتهم، فمن اجيت رفعتهم قدامكم. شفتوا شلون الداخل مالت الكاونتر نظيف وكل شي ما بيه لا مزلغ لا، يعني صاير شلون الوساخة بيه نظيف. فانا ايش قلت لازم اغسله غسل واسف على صوتي، لان بنات بعد الحد الان صوتي، بس الحمد لله والشكر فرق كلش كبير عن الايام اللي فاتت. اقدر احكي اكثر بدون ما يعني صوتي رايح في مرة، الحمد لله والشكر. فقلت لازم اغسله. غسلته ونشفت الكاونتر كليته وغيرت الصوندة. من غسلته فشفت الصوندة يعني شلون عباك بمي قليل، فقلت ليش يعني تخرب لي الكاونتر وتوسخ بنفس الوقت. فقلت لزوجي خلي نغير الصوندة، فغيرناها. جبنا صوندة كانت من لونها حلو، شوفوا باللون الأزرق. هنا خلصت، خليت هذا الكفرات جديدة أخذتهم، كان المتر على 1000، صاروا مترتين. فالشكل مالتهم كلش حلو مثل ما تشوفون بنات. كلش طاقة إيجابية، متخلصين شغلك. وبشروني بنات بالمدرسة شلونكم ويا المدرسة. يعني صح أقولكم أكو تغيير، ما يعني كذب عليكم. أنا ما عندي ابتدائية، عندي متوسطة، بس بالرغم هذا يعني القعدة وتغيير من وقت، مو مثل قبل يعني نقدر شوية نتأخر. ما عندنا التزامات هسه لا، التزامات قوية بالمدارس، بالأخص العلوم الأول ابتدائي، فشي جديد عليهم. فإن شاء الله خير يا رب، النجاح إن شاء الله لكل الطلاب. هنا أخذت لي جولة في مرة، قلت خلي أنظف. بنات اليوم راح أسوي لكم الجولة، الفيديو اللي منتظرينه، التغييرات اللي صارت بالبيت، واللي تقريبا كلها شاركتها وياكم، بس بدون ما تشوفون النهاية مالتها. فاليوم بنات راح تشوفون الفيديو، ابقوا وياي للأخير. لايك، اشتراك إذا كنتم ما مشتركين، اللايك معلوم تماما. لايك يرفع الفيديو، يخليني أنزل لكم فيديوهات حلوة أكيد تنال إعجابكم. فحفزوني وعلوا لي هذا الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. كل وحدة أريد من عندها إيش قد ما تقدر تصلي على محمد وآل محمد، لكم إن شاء الله ميزان حسناتكم. اجيت هنا قلت شلت الموكيت مالت البيت كله، قلت خليه اغسله. طبعا انا البيت اغسله مثل ما كل مرة اقول لكم بنات، يوم اغسله يوم لا. اخاف عليه الكاشي، اقول خاف الكاشي يعني يخرب، لان تعرفون كثرة المي يخرب الكاشي. فشنو اغسله بين يوم ويوم، يوم بس امسحه ويوم اغسله. بس من تغسلين البيت وشغلين البنكة شوفين ماكو يعني اجواء تخبل، يعني طاقة حلوة والله، طاقة ايجابية تخبل. فقلت خلي اشارك البنات يومي، واكيد بها عليها احنا شغلنا روتيننا هو اليوم، الكنس والمسح الغسل، غسل الملابس، يعني هواي شغلات صارت علينا. غسل الملابس الابيض لازم الوحدة، ومستمرين ومستمرة الحياة أكيد. وألف الحمد لله والشكر على نعمة رب العالمين إنه إحنا نقدر نقوم نشتغل ونخلص واجباتنا البيتية ونكمل كل أمورنا، نطبخ جدرنا ونوكل عائلتنا بخير وسلامة. وألف الحمد لله والشكر، هذه نعمة كريمة. وأنا كل ما أبدي أسجل الفيديو أكيد يفوت أول بخضار أول ما يعاروا، ويا رب يرزق الجميع إن شاء الله. بس أضطر أقطع التسجيل وأمسح الصوت إذا يطلع، وبعدين أرجع أسجل من جديد. فكلش أتعب بالفيديو، وهذا الفيديو بالأخص كلش تعبت فيه. فلا تنسون من اللايك بنات، تشجيع إلي على مود أنزل لكم فيديو. انقطعت عليكم فترة صح،
هواي من البنات سألوا عليه، بس والله مثل ما قلت لكم يعني كنت مريضة. وكلش أشكر تعليقاتكم اللي تحمدوا لي بالسلامة. ربي يوفقكم إن شاء الله وميزان حسناتكم. وهواي من البنات هواي كلامهم كلش حلو وكلش أشكرهم. وهنا شوفوا هاي التغييرات اللي صارت بالاستقبال. الموكيت اللي نزلت أنا وياكم واشتريته، اللي قلت لكم من جبته للبيت اللون ما مطابق وما عجبني، فرجعت ورا كم يوم رحت غيرته. ما قال شي يعني الولد اللي أنا اتفقت وياه من البداية. وهنا البردة مالتي كملت، انطوني رأيكم بيها. سويت التول يعني التجيرة مالته نازكة وبسيطة، وسويت الطبقة مالت التول الثانية اللي شلون الفراشة، والقماش الآخر شي بلمعة خفيفة اللي هو شلون مي الذهب. هنا خليت الفاترينة والميز رتبتها بهالشكل هذا. هاي التغييرات والترتيبات البسيطة اللي انتم منتظرينها. وشوفوا الموكيت بنات كلش حلو، التصوير ضامة بالحقيقة أحلى بهواي، كلش حلو. بس دائما اكو أشياء التصوير يظلمها. هذه الوردة اللي أخذتها السلايت كلش حلوة وناسكة. هاي المرايات اللي أخذتها وياكم وشكلتها. الوردة مالتي الاستقبال حولتها بهذه الصالة، غيرت بالديكور مالتها الشكل هذا. هذه اللوحة كانت بالاستقبال هماتين جبتها خليتها بالغرفة. خففت الاستقبال ما خليت بيها بنات هواية من اللوحات، خليتها يعني شلون أقولكم أشياء بسيطة كلش بسيطة. هنا التور هماتين غسلته وسويت النظة ورجعته. هنا الميز مالت الطعام كليته غسلته وخليت الكفر مالته، وأخذت النايلون الشفاف الجيلاتيني اللي شاركتكم به بالمشتريات. وذكروا لي بنات شنو عجبتكم التغييرات. حلو التغيير، ودائما أقول لكم أنا حتى لو أشياء بسيطة بنات بس تعكس نفسية أم البيت، تحسين فدشي كلش حلو، فدشي تغيير ملحوظ. هنا صبغت المحجر بهذا اللون العسلي على بصلي تقريبا، عسلي طوخ كلش حلو لونه. غيرت الفرشة، مسحت الجام كليته مالت البيت، ملمع جام الكلينس مالت الطعام. وهنا غيرت الفرشة، بس بعد اكو مخدتين فقلت راح اصعد من فوق اجيبهم على مود شنو اخليهم، لين اكو بعد وجهي شوفوا هاي اللي خلتهم، فمن اخليهم اكيد راح يصير الشكل احلى وارتب. اجيت على الغداء، قلت الغداء خلي اسوي شي كلش بسيط لان جيت كلش تعبانة وشغل كلش هواي عندي، واني اصلا مريضة. بس حتى لو مريضة انا ما اعوف بيتي ولا اعوف شغل بيتي، اللي رب العالمين يقدرني عليه اقوم اسويه. لان صدقوني بنات شغل البيت هو عبادة. انت تشتغلين ببيتك هي عبادة لرب العالمين. ليش؟ لان انت مثلا تضغطين على نفسك، تسوين اكل لاطفالك، لزوجك، ترتبين بيتك، هذا الشيء كله ب اجر وثواب عند رب العالمين. ودائما لازم احنا نقوم على بيتنا نشتغل، يعني الشغل بالبيت شوفوا بنات انت على ترتيبك، بس يبقى كل شيء وانت يعني شلون ترتبين امورك، شلون تقومين على بيتك، شلون طريقتك بشغلك بدون هوسة. كله بالترتيب، كل شيء بمكانه، تعرفين شنو تسوين، تنظمين وقتك، يعني وقت اللي حملة عندك تعرفين اي وقت تسويه، مو وقت الهوسة، وقت الشغل، وقت الغداء، وقت انه انتي مشغولة عندك يعني غسل ملابس. انا اغلب الاوقات اغسل ملابس بالليل. المواعين يعني حتى لو كلش تعبانة ما اقدر اعوف مواعين العشاء للصبح الا اغسلهم، احس براحة. يعني والله لا تضحكون علي يا بنات، مرات شنو اسولف اقول احتمال كل شي يصير، احنا معرضين للموت، الموت علينا حق. يعني احتمال نمت يعني ما قعدت شلون اللي يجي يقول بيته وسخ، عارفة مواعين العشاء ما غسلتهم يعني. وتعرفون انتو كل زين تعرفون الناس ما ترحموا بكلامها، فاحنا نسوي اللي علينا والباقي اكيد على رب العالمين. وربي ينطينا وينطيكم صحة وعافية. شلون تصيري يا عيني؟ هنا ورا ما خلصت شغلي كنت عندي نقص احتياجات، فشنو سويت؟ طلعت للسوبر ماركت، خلي اخذ البنات وياي صاروا وين ما طالعين. ومن السوبر ماركت مرت لإلي، تعشيت يم اهلي. هسه شوفون شنو تعشينا، عشا كلش خفيف.
وبنفس الوقت كلش طيب. هسه أشارككم ومن أرجع للبيت أراويكم شنو خذت من السوبر ماركت، أشياء بسيطة أنا كنت محتاجتها. بس والله بنات هذا السوبر ماركت كل شي متوفر، كل شي موجود بيه، ودائما يسوي عروض. هو يعني قريب على أهلي، فوالدي دائما يسوق من عنده هو ووالدتي، فدائما يسوي عروض، والعروض مالته كلش حلوة. فمن رحت ذاك اليوم ما كانت عروض، كان يقول خلصانة العروض. قلت يلا الحمد لله والشكر، كلها خير وبركة من رب العالمين. هاي أنواع التايز بنات كنت خلي أراويكم إياها، وهذه المعطرات مالت الأرضية، يعني ما أقولكم أنواع وأشكال. بس أنا مرة نزلت وياكم معطر بالليمون بنات، أنصحكم كلكم تاخذون من عندي، معطر راقي ويبقى الثباتية مالته في البيت. يعني والله شو أقولكم، فتشي العطر مالته ليمون فريش، وانتو حسبوا حسابكم شنو عطر الليمون شكد حلو شكد طعمه لا عفوا ما اشيله خليه بالمونتاج، مو طعمه عطره. العطر مالته كلش طيب، يبقى ثباتيته بالبيت. هنا شوفوا شنو تعشينا، لحم بعجين عيني وبيتزا، وعليه الحبة السوداء، وكل احنا نعرف فوائد الحبة السوداء لا تصف ولا تعد أصلا، يعني فوائده كلش كبيرة. فهنا تعشينا، ألف الحمد لله والشكر. يا رب يحفظ أبوي وأمي وإخواني وأخواتي ويديم اللمة علينا إن شاء الله. هنا بنت أخوي تقول أني مو بس أنتي تراوين عمو، أني أماتين خلي أراويهم، هي تاكل شوفوا تراويكم وياي نفس الشي. وكان الطعم مالته كلش طيب. رجعت لبيتي وأسراويكم الأشياء اللي أخذتها، أشياء بسيطة دائما أحب أشارككم. أخذت شامبو، أخذت كلينس، هذا الشامبو كان سعره 1000، والكلينس كان سعره 1500. هذا الزاهي كان سعره 1000. شنو بعد أخذت؟ هذا الصابون هم كان السعر مالته 1000. والله يعني زين، نوعيته زين الصابون. وأخذت معجون، وأخذت حليب، أشياء اللي أحتاجها بالبيت. وأخذت القهوة مالتين كان السعر مالته 1000. والحليب كان السعر مالته 3 وربع الحليب المنتج. وتقريبا بنات ما بقى شي أو ينتهي الفيديو. كلش أشكركم وأشكر تعليقاتكم، وأشكر المرة الثانية اللي تحمدوا بالسلامة، إن شاء الله بميزان حسناتكم. وهنا أخذت هذا الرز الدراج كل زين بنات. لهنا أقولكم باي باي بنات.